انت عارفه ان في صدمات هقولك عليها بالفيديو ده للشعر والبشره والجسم. الصدمات دي هتخليكي تغيري رايك في روتين حياتك كله. تابعيني للاخر وشوفي الفيديو واستفيدي منه. ما تنسيش اللايك والشير، وتنزلي تحت في الكومنتات تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ربنا يفك كربهم. اول حاجه هنبتدي بصدمات البشره. اول صدمه ان بعد سن 30 بيبتدي ظهور الخطوط الرفيعه في الوش. تقدم العمر بعد ال30 افراز الكولاجين بيقل من البشره، فعلشان كده بيسبب الخطوط الرفيعه في الوش، فبتبدا التجاعيد دي تظهر حوالين العين وحوالين الفم. طب ايه حله او ايه علاجه؟ ان انت بتاخدي حاجات او تعملي وصفات طبيعيه بتحفز الدوره الدمويه للكولاجين في الوش علشان نقلل مده التجاعيد انها تظهر. هي كده كده هتظهر لان مفيش حد بيتحدى العمر ولا يتحدى الزمن، لكن احنا بنأخر ظهورها. تاني حاجه البقع الداكنه والتصبغات، ودي ناس كتيره جدا بتشتكي منها. ده من كتر تراكم تعرض الجلد للشمس او البشره للشمس، وكمان الاجهاد. كل ده بيظهر في صور البقع او التصبغات. ممكن برضو اثار الكلف بتاعت الحمل، برضو لازم بنستخدم لها وصفات طبيعيه اكتر. ولو الحاله اشد يبقى لازم بروح لدكتور علشان بمشي على علاج، ما ينفعش استخدمه من نفسي لان ممكن الحاجه تزيد قوي. في ناس استخدمت ادويه من الصيدليه من نفسها والموضوع زاد معاها قوي، والبقع زادت جدا وقلبت كمان بالزرقان او لون رمادي. فيا جماعه تحروا قوي المنتجات اللي انتوا بتحطوها على بشرتكم. ندخل على صدمات الشعر. الشعر الابيض بيظهر بعد سن ال30 في اغلب الحالات. في ناس بيظهر بدري لو العوامل وراثيه، لكن الاصل بعد سن ال30 ممكن تلاقي شعرايه كده او حاجه بسيطه كده ابتدت تظهر، وده بسبب نقص صبغه الميلانين، وده بيبقى بسبب نقص فيتامينات في الجسم. وندخل على تساقط الشعر. ده اسبابه متعدده، في اسباب صحيه وفي اسباب زي الحمل والولاده والرضاعه، ودي بتبقى اسباب مؤقته. وفي برضو مشكله بطء نمو الشعر. الخلايا المسؤوله عن نمو الشعر نموها بيقل من بعد سن ال30. وفي فقدان اللمعه والكثافه للشعر. من بعد سن ال30 قله الترطيب والجفاف اللي في بشرتك بيبان على شعرك دايركت على طول. وبرده لو بتعملي نظام دايت قاسي شويه على طول بيظهر اثاره على بشرتك وشعرك. ندخل على صدمات الجسم. بطء الحرق وزياده الوزن بسهوله. من بعد ال30 معدل الايض بيقل في الجسم، يعني الاكل اللي بتاكليه زمان وما كانش بيتخنك لو كلتيه دلوقتي هتلاقيكي بتتخن. الم المفاصل والعضلات بقى اسرع بسبب قله مرونه الجسم وفقدان جزء من الكتله العضليه لو ما بتلعبيش رياضه. قله الطاقه. من بعد ال30 بتحسي ان انت همدانه ومهبطه دايما وتعبانه، وده لو نومك مش منتظم او لو ما بتاكليش اكل صحي. اخر حاجه تغير الهرمونات، وده ممكن ياثر على الوزن والشعر والبشره وكل الجسم، بالذات لو في كمان تكيس. لو انت وصلتي معايا لنهايه الفيديو ما تنسيش اللايك والشير لاي حد من اصحابك، وتنزلي تحت في الكومنتات تدعي دعوه حلوه وتصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ربنا يفك كربهم ان شاء الله.